بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خليكي بقى معايا عشان تعرفي الأكلة الاقتصادية بتاعتي، رز بالجمبري. طب انت هتقوليلي معقولة رز بالجمبري ويبقى أكلة اقتصادية؟ والله العظيم أكلة اقتصادية. عاوزة أقول لكم إن الأكلة دي كلفتنا 50 جنيه بس. بالنسبة للأسعار اللي احنا شايفينها أكلة اقتصادية، كفة 4 أفراد، كل واحد طبق زي ما انتوا شايفينه شكله عامل ازاي، مع شوية سلطة وطحينة وعصير ليمون. خليكي معايا وهقولك المقادير قد ايه. معايا ربع كيلو جمبري. ربع كيلو جمبري الكيلو ب100 جنيه، احنا جبنا ربع كيلو ب25 جنيه. وشوية طماطم وفلفل وليمون، فطلع 25 كمان اتصرفت، يبقى ادي 50 جنيه. وكان عندي توم. المهم بقى جبت بقى المقادير بتاعتي. الربع كيلو الجمبري نضفته كويس جدا وشلت السلسلة اللي فيه من ورا وركنته كده على جنب، وجبت بقى التتبيلة بتاعتي زي ما انتوا شايفينها. خدت منها جزء، والجزء الباقي هقول لكم في نص الفيديو هعمل بيه ايه. المقادير اللي معايا بقى: فلفل الوان وبصلتين كده صغيرين، والتتبيله الحلوه اللي باقيه معايا، وفلفل اخضر وجزر مبشور. واجيب بقى حله واحط فيها شويه زيت واحط فيها البصل بتاعي واقلب كده كويس جدا. وانا بقلب البصل كده لحد ما يبقى باللون الجميل ده، هحط باقي الخضروات بتاعتي. بس قبل ما احط الخضروات هحط بقى ايه الجمبري بتاعي. طبعا خد التتبيله بتاعته، وهروح بقى اشوحه كده مع البصل عشان ايه ياخد صدمه مع البصل، عشان ما يبقاش زي المسلوق. لا، قبل ما احط الخضروات اديله تشويحه كده بسيطه، وبعد كده ادلق الجزر والفلفل ورا بعض كده، والفلفل الاخضر والخلطه بتاعتي الجميله اللي هي باقيه من تتبيله الجمبري. طيب هقول لكم بقى تتبيله الجمبري عباره عن ايه: ملح وكمون وبابريكا وشويه كاري والثوم وليمونتين مبشورين. لازم ابقى يعني اقشر الليمون وطماطمايه، والكل ده في قلب الكبه ويتضربوا مع بعض، ويطلع بقى الخلطة الجميلة اللي انا تبلت بيها الجمبري. شوية ملح بقى كده، وطبعا التتبيلة اللي انا حطيتها في قلب الحلة دي برضو فيها البهارات بتاعتها كلها. وادلق بقى الرز بتاعي، وبعد كده بقى ايه هقلب بقى، وبعدين ادلق الشوربه الميه. بعد ما انا غسلت الجمبري كنت نقع الجمبري بتاعي في شويه ميه. انا ما رميتش الميه لان انا مش جايبه الجمبري بقشره. حطيت الجمبري يتنقع شويه، وبعدين خدت الميه وسخنتها غليتها على النار وسقيت بيها الشوربه زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد ما الرز استوى لازم اوطي عليه النار بعد ما يتشرب، واحط تحته الشيط عشان ما يلزقش من تحت. وبقى معايا الرز بالجمبري جميل ومفلفل وطعم، مش قادره اقول لكم. طبعا هتقولولي الرز مش باين فيه الجمبري. هي اكله، وبالنسبة للظروف اللي الواحد فيها بيحاول يقتصد، مع شوية سلطة مع شوية طحينة مع عصير ليمون هيبقى الموضوع يعني تمام كويس جدا. الرز الطعم بطعم الجمبري، وشوية الجمبري برضو كل واحد برضو ايه خد نصيبه من الجمبري، وهي أكلة وهتعدي. يعني الواحد بيقتصد وفي نفس الوقت بيعمل الأكلات الحلوة اللي الولاد نفسهم فيها. عاوزاكم بقى تدعموني بلايك واشتراك للي اول مرة يتابعني، عشان عندي وصفات كتيرة جدا اقتصادية، وهتتابعوني بفيديوهات تانية جديدة ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. وما تنسوش بقى للفيديو الجميل ده لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، واللي يعمل اشتراك يعمل تفعيل للجرس عشان اي فيديو انا بنزله ينزل لكم اشعار بيه وتشوفوه. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.